سلام. اليوم وصفتنا عبارة عن محار مع البقدونس والثوم والبصل. أول حاجة رح نحطه الزبدة، رح نحطه بصل مع ثوم ونشوحهم مع بعض ليدبلوا. بعدين بحط زنجبيل فريش، ممكن تبشروه أو تحطوا مقطع صغير. بعدين بحط الفلفل الأحمر، بشيل البذور، إذا حابين يجي حار ممكن تخلوا البذور. الفلفل الأحمر بيعطي طعم روعة للأكلة هذه. بعدين بضيف خليط من البقدونس أو الكزبرة، فيكم تحطوا بس البقدونس أو بس الكزبرة على حسب المتوفر عندكم. بعدين بحط عصرة ليمونة كاملة. هنا بحط مية ساخنة على المكونات كلها. بعد ما يغلى معنا شوية بحط مكعب ماجي للجمبري أو السمك أو أي مكعب، أو ممكن هذا اختيار يعني مش إجباري، ممكن تحطوا مكعب أو لا. هنا بحط الفلفل الأسود، فيكم تحطوا الملح كمان، بس أنا حسيت إنه المكعب ماجي بالعادة بيكون مالح فما نحتاج الملح، يعني ممكن تحطوا. وصار وقت اللي ممكن نحط المحار مع كل العناصر اللي حطيناها من الأول. المحار بينطبخ يعني في 5 دقائق، ما يحتاج طبخ كتير. وحركه يعني كتير منيح ليتجانس ويدخل توابل داخل المحار. هنا بحركه قبل ما أغطيه بس شوية عشان تطلع يعني يطلع المية اللي داخل، لأنه المحار بيطلع مية. بس هيك شوية وخلاص جهزت الأكلة. روعة، سهلة، سريعة، وراح كتير راح تحبوا هالوصفة، وكمان ما بتاخد وقت كتير. الصحة على ألف. شكرا كتير.